ايه هو الروتين الصباحي المثالي لتنظيف الاسنان؟ صحيت من النوم الصبح، اول حاجه هتعملها تتمضمض بميه عاديه علشان نشيل بواقي الاكل لو في بواقي اكل متراكمه او اي طعم مش حلو من الفم. تاني خطوه على طول وهي تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون. هنستخدم طبعا فرشه ناعمه زي ما احنا عارفين، ومعجون يحتوي على فلورايد بالظبط كده. وزي ما احنا عارفين هننظف بطريقه بسيطه ومش عنيفه، حركات دائريه بسيطه على الاسنان كلها وعلى الضروس، وبكده نبقى نظفنا الاسنان بالفرشه والمعجون. الخطوه الثالثه وهي تنظيف اللسان، ودي حاجه احنا اتكلمنا فيها وقلنا انها حاجه مهمه جدا. اللسان هو مصدر اساسي للبكتيريا اللي جوه الفم، وبالتالي رائحه الفم اللي مش لطيفه. واحنا عارفين طبعا هننظف اللسان ازاي، يا بقاشه اللسان او باستخدام الفرشه بطريقه بسيطه كده. رابع خطوه في الروتين الصباحي بتاع تنظيف الاسنان هو استخدام المضمضه. احنا هنستخدم مضمضه وقائيه عاديه من اللي فيها فلورايد، بس هو يفضل مش بعد الفرشه والمعجون على طول. لازم نستنى كده من تلت لنص ساعه عشان ما نغسلش الفلورايد، لان احنا عاوزينه يترسب على طبقه المينا بتاع الاسنان علشان يدينا حمايه اكتر من التسوس. فوبالتالي الخطوه الرابعه بتاع المضمضه دي هتخليها بعد تلت ساعه كده من غسيل الاسنان بالفرشه والمعجون. اول ما غسلت اسنانك بفرشه ومعجون الصبح طبعا محتاج تفطر، مفيش مشكله، ولكن يفضل تبقى حاجه خفيفه. ولو كان فيها حاجه مسكره، لو كان في الفطار حاجه مسكره، تقدر تتمضمض بميه عاديه بس بعدها. يبقى انا كده جاوبتك على السؤال اللي هتساله طبعا، اللي هو انا غسلت اسناني فرشه ومعجون اوكي الصبح، بس انا عايز افطر. هتفطر عادي، تكون حاجه خفيفه وتقدر بعدها تتمضمض بميه عاديه وفقط.